السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا بنات كتير كتير والله العظيم. لحشنا عنكم. يعني انا كنت تعبانة وحبة مشاكل كده، ربنا يسهل كده وتتحل، اللهم امين يا رب. يا رب ادعولي كده بفك الكرب اللي احنا فيه. النهاردة عملنا في عجالة كده العيش الشمسي. انا منزلاه في القناة كذا مرة من الالف للياء، فحبيت يعني كنت بخبز لوحدي فعملته. هنا الاول كنت بالليل بعمل الخميرة دي عبارة عن فراكة بلدي. الفراكة دي بنعملها كده من عجين، من دقيق ومية لوحدها، بنركنها على جنب. بتاخد يومين كده لما تخمر، بناخد كده بالقطعة ونحطها كده، نحط مية دافية والفراكة، ونحط دقيق ونعجن. طبعا في مقطع انا كنت مصورة الخميرة لما خمرت، بس اتحذف مع فيديوهات وكده. فبصوا كده كانت الخميرة خمرت كده، بدأنا نعجن. بنعجن كده، ولازم ناخد في العجين بتاع العيش الشمسي حبة كبيرة كده، حوالي ساعة بنعجن. لازم العجين ياخد حقه يعني كده. بنغرز العجين وندبه، ولازم ناخد كده فترة طويلة احنا وبنعمل في العجين بتاع العيش الشمسي، لاني عشان يطلع حلو كده وقطني وهيش معايا مش مكتوم. بنفضل نعجن ونخلص العجين ونتشهد عليه ونسيبه نص ساعة كمان يخمر، لانه مراحل العيش الشمسي كتيرة. بنسيبه يخمر في الماجور، بعد كده هنقطع بالطريقة اللي انتوا شايفينها. بعد ما خلصنا عجين وخمر هقطع بالطريقة دي. طبعا مش كل الناس تعرف تقطع يعني العيش الشمسي بتاعنا. في يعني والله لحد دلوقتي يعني في بنات مش متعلمة تعمل الموضوع ده. كده خلصت الكمية كلها، اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين كمية كبيرة كده حلوة محترمة. بعمل الكمية دي لحد ما تخلص اخبز تاني. فهنا كان العيش خلاص هيدخل على الخمران. هنا كده كان خمر، هنقلبه، وبعد كده هنجيب سكينة او اي حاجة لها سن نظيفة، او دبوس او اي حاجة بس تكون نظيف. هنبززه كده حوالين داير يا بنات، وبعد كده هنرمي الفرن هنكون مسخنينها. يعني هنولع الفرن ونقلب العيش نشوفه 5 دقايق كده في الشمس، وبعد كده نغبز زي ما انتوا شايفين. النار بتكون عالية احنا وبنغبز في الاول، وبعد كده نهدي النار ونطلع من بره جوه وكده. بعدين بنطلع يعني زي ما قلت لكم كله من بره من جوه لحد ما نظبط الرمي ونهدي النار خالص خالص. ودي الكمية. بعد ما خلصنا العيش كله هنفرطه كده على ملاية نظيفة ونسيبه يبرد تماما. اللهم بارك، العيش تحفة بجد والله العظيم وقطني. وبعد ما يبرد نهائي هنسيبه ساعتين 3 يبرد، وبعد كده هنجيب اكياس نظيفة كبيرة هنعبي فيها العيش. نخلي كمية ناكل فيها، وباقي الكمية هنشيلها في الفريزر. لو عجبكم الفيديو متنسوناش في اللايك والشير وكومنت حلو كده يحفزنا نكمل مع بعضنا. الفيديو قصير بس محبتش اطوله عليكم. شايفين منظر العيش؟ اللهم بارك، تحفة وقطني كده. وادعوا دعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يفك الكرب اللي احنا فيه. وبصوا زي ما قلت لكم عبيناه في الاكياس وهنشيله في الفريزر. لو عجبكم الفيديو حطوا له لايك وكومنت حلو. السلام عليكم.